كلنا عانينا من انقطاع الكهرباء المتكرر والجائر بالسنين الماضية. كلياتنا فكرنا بحلول لنضل عم نحصل على الحد الأدنى من مقومات الحياة باستخدام الضوء. جبنا بطارية صغيرة ومساطر الليد اللي شكلها وطريقة تركيبها مهما كانت مرتبة رح تكون عم تشوه البيت، لأنه نحن بالنهاية عم نمد الشرايط على الحيط مباشرة من 13 سنة. شو التغيير اللي استخدمته وقت غياب الكهرباء؟ يا ترى لساتك على نفس قياس البطارية الصغيرة بكل غرفة ونفس الليدات وعم تغير فيهم أول بأول، ولا جبت بطارية كبيرة وشغلت كل الليدات منها، ولا جبت انفرتر أو رافع للجهد لتاخد كهرباء 220 بدلا من 12 فولت، أو جبت مولدة صغيرة، ولا جبت طاقة شمسية، ولا نقلت على الأمبيرات؟ السؤال الحقيقي اللي لازم نحن نعرفه كلياتنا، قديه نحن كنا قادرين على انه نحن نغير بتفاصيل بحياتنا. الأزمة اللي مرينا فيها هي إلى الأثر الكبير لتحديد طريقة تفكيرنا ولون المنهج اللي نحن عم نرقد فيه. هذا الطريق اللي نحن عم نرسمه، أنا ما عم بقول لك ركب طاقة شمسية ب100 مليون، ولا عم بقول لك اشترك بأمبيرات ويكون عليك اشتراكات مجهدة ماليا لإلك. بس يا هل ترى هل كنت أنت فعلا عم بتغير بداخلك، بداخل بيتك، من أبسط الأمور؟ مو معقول أبدا أنه من 13 سنة ليومنا هاد لساتنا عم نستخدم نفس الليدات. مو معقول أبدا نضلنا عم نقبل بالواقع المتردي من دون ما أنه نحن نغير فيه. نحن عم نحلم بالتغيير وعم نحلم بتحسين حياتنا الواقعية، لكن هذا الكلام ما ممكن أنه يصير غير لنحن فعلا نبدأ من أنفسنا أولا. هذا الكلام بينطبق عليه المثال الليدات البسيطة. إذا أنت ما عم بتقدم بطريقة إراحة عيونك وصحتك وصحة عيلتك، كيف حتقدر تنقل هذا التغيير الإيجابي لإلك وللمجتمع المحيط اللي حواليك؟ خليك دائما عم بتبلش بنفسك وقادر انك تحدد الأهداف اللي بدك توصلها. فكر فيها بطريقة استثنائية، كون إيجابي واستمر وثابر وخلي إرادتك كتير قوية.